السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة متابعين مع حضراتكم آخر تطورات مترو اسكندرية. هنعرف كمان النهاردة تطورات المرحلة التانية والتالتة لمترو اسكندرية. مبروك لكل أهالينا في جرين بلازا ومطار النزهة، الحضر الجديدة والخشب ومحرم بيه، الموقف الجديد، غيط العنب وبشاير الخير 1 و2، وبشاير الخير 3 و5، والأباري ونجع العرب والمكس. أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل المرحلة الثانية والثالثة من مشروع مترو اسكندرية، اللي يعتبر من أهم المشروعات حاليا في اسكندرية. تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من مترو اسكندرية. المرحلة الثانية طبعا كفر عبده، الكيلو 21 طريق اسكندرية، تمتد بطول 31 كيلو متر، 19 كيلو متر علوي و12 كيلو متر سطحي. طبعا عدد المحطات 22 محطة من بعد محطة الزهرية حتى الكيلو 21 في مسار علوي، وبعد كده هيبقى المسار سطحي، وده هيكون من ضمن حرم السكة الحديد لحد ما يوصل لمحطة المكس، وبعد كده ممتد مرة تانية في مسار علوي لحد الكيلو 21 عبر طريق اسكندرية مطروح. وبالنسبة للمرحلة الثالثة من مترو اسكندرية، الكيلو 21 طريق اسكندرية مطروح برج العرب، تمتد من الكيلو 21 لحد مطار برج العرب، أو طبعا مطار اسكندرية الدولي، طبعا ده الاسم الجديد. وده طبعا بهدف ربط مدينة اسكندرية بمطار اسكندرية أو مطار برج العرب، عشان طبعا الركاب تتبادل مع الخط الأول من شبكة القطر السريع من محطة برج العرب. ودي كده الخريطة التوضيحية زي ما حضراتكم شايفين. الخط الأصفر ده مسار سطحي. قدامنا كده محطة الزهرية، وبعد كده محطة سيدي جابر، وبعدين محطة مصر. بعد كده هنا هتلاقوا مربع صغير كده بين الخط الأصفر والأحمر، دي كده ورشة كفر عبده. أما بالنسبة للخط الأحمر ده كده مسار علوي. طبعا هتلاقوه بقى هنا مسار علوي بعد محطة الزهرية، وبعد كده هيبدأ مسار علوي بعد محطة المكس. أما المسار الأزرق دي محطات ومسار سطحي لمترو اسكندرية في المرحلة التانية. يبقى كده المرحلة التانية هتكون باختصار القطاع الأول من بعد محطة الزهرية لحد المكس، والقطاع التاني من المكس لحد الكيلو 21. ودي كده خريطة المرحلة الأولى لمترو اسكندرية. طبعا عارفين الخط الأزرق ده هيكون طبعا علوي من أول محطة أبو قير، توسن، المعمورة، الإصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، محمد نجيب، فيكتوريا، غبريال، السوق، والدهرية. بعد كده المسار سطحي باللون الأصفر ده من محطة كفر عبده، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، باب شرق، محطة مصر. أما بالنسبة لمشروع محور محمد نجيب، يعتبر من المشروعات الكبيرة الموجودة في اسكندرية حاليا. طبعا هيتم عمل محور ممتد من أول الكورنيش لحد شارع مصطفى كامل، وهيعدي على الجزيرة الخضراء. وطبعا هيتم إزالة بعض العقارات وأخذ الأراضي المملوكة طبعا اللي بتعوق المحور أو المشروع اللي هيتم عمله في الجزيرة الخضراء. وطبعا هيتم تعويض أصحاب الأراضي والعقارات الموجودة في الجزيرة الخضراء، وكمان هيتم نقل محطة صرف الصحي الموجودة، وهيتم نقلها في مكان تاني، ده لصالح المنفعة العامة. احنا كده موجودين في شارع محمد نجيب، زي ما حضراتكم شايفين هنا كده نهاية نفق محمد نجيب اللي هيتم ردمه، اللي معدة اهي موجودة. وطبعا خلاص مفيش عربيات بقى بتنزل تحت النفق. طبعا العربيات اللي هتشوفوها بقى دي طالعة، دي اللي جاية من شارع مصطفى كامل، وجاية من فيكتوريا أو جاية من سيدي بشر. كوبري محمد نجيب الجديد هيبدأ من أول آخر فتحة نفق الموجودة في بحري السكة، وطبعا هيعدي على شارع جمال عبد الناصر، وهينزل قبل شارع العيسوي. والهدف من عمل كوبري محمد نجيب الجديد ده طبعا عشان يتم إلغاء إشارة جمال عبد الناصر. طبعا قدامنا كده على طول كوبري محمد نجيب الجديد شغالين فيه، المعدات اهي موجودة. طبعا خلاص ظهور أعمدة الكوبري خلاص بقت باينة قدام حضراتكم، هنشوفها دلوقتي. طبعا بعد بقى ما يتم الانتهاء من كوبري محمد نجيب،
هيتم بقى تطوير شارع محمد نجيب ده كله. طبعا المرحلة الأولى لمشروع محور محمد نجيب يبدأ بقى من أول الكورنيش لحد شارع مصطفى كامل، والمرحلة التانية فتح نفقين محمد نجيب على بعض أو ربطهم ببعض. بعد كده المرحلة التالتة بقى هتكون محور محمد نجيب، إزالة المباني اللي موجودة في الجزيرة الخضراء، بس لسه مفيش أي معلومات امتى هيتم الإزالة. طبعا لسه مفيش أي حاجة جديدة، وإن شاء الله لما يكون في حاجة جديدة أكيد هنقولها على القناة. ده كده شارع جمال عبد الناصر، هنعدي الشارع ونشوف تطورات الكوبري الجديد. طبعا كوبري محمد نجيب الجديد كوبري متكامل زي كده كوبري 45 الدولي، مش هيبقى فيه إشارات ولا تقاطعات، هتعدي على طول. يعني لو جاي من ناحية الكورنيش وعايز تتجه لشارع مصطفى كامل أو شارع ملك حفني، هتعدي على طول على الكوبري وتنزل ملك حفني. طبعا هيكون محور كبير، وبعد كده تعدي كمان على شارع مصطفى كامل. زي ما حضراتكم شايفين كوبري محمد نجيب ده كده جزء منه طبعا تقاطع شارع جمال عبد الناصر. خلاص ظهور الأعمدة، وكمان تم صب الكاميرات الموجودة بالعرض. الكوبري ده هيكون اتجاهين رايح جاي. طبعا لو جاي بقى من الكورنيش وعايز تروح لشارع ملك حفني او عايز تروح شارع مصطفى كامل، هتعدي من على الكوبري وبعد كده هتنزل عند محور ملك حفني وتكمل لشارع مصطفى كامل. ولو جاي من شارع مصطفى كامل هتعدي على الجزيرة الخضراء وتتجه بقى لشارع محمد نجيب. طبعا هتنزل بقى من تحت مترو اسكندرية، وبعد كده تطلع الكوبري وبعد كده تتجه للكورنيش. طبعا الكوبري هيكون قبل شارع العيسوي. وكوبري محمد نجيب الجديد طبعا بعد ما يتم الانتهاء منه مش هيبقى فيه تقاطعات، مش هيبقى فيه إشارات. طبعا الازدحام هيقل شوية، وهدفه طبعا إلغاء إشارة جمال عبد الناصر. العربيات كانت بتقف كتير وفي ازدحام، فإن شاء الله إن شاء الله يتم المشروع الكبير ده على خير. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.